السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو ندعي لإخواتنا في فلسطين بالنصر إن شاء الله قريبا. ربنا ينصرهم نصرا عزيزا يتعجب له أهل السماء والأرض، والأيام الجاية تكون خير إن شاء الله، وسنة 2024 تكون خير على العالم كله، وربنا يرحم شهداء غزة والقدس بإذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس اشتراك ولايك علشان يوصلك مننا كل جديد. تعالوا نشوف كيف تصدى 30 مقاتل مصري لقوة مدرعات إسرائيلية. بالتحديد في 5 يونيو 1967 هاجمت إسرائيل مصر، وتمكنت إسرائيل فعليا من احتلال سيناء ما عدا جزء صغير منها، وهي مدينة بور فؤاد الواقعة على الضفة الشرقية في مواجهة بورسعيد. بعد كده جاء تنحي الرئيس جمال عبد الناصر في مساء يوم 9 يونيو 67 عن رئاسة مصر، متحملا مسؤولية الهزيمة في حرب 5 يونيو 67، إلا أنه تراجع في اليوم التالي. إيه السبب؟ خروج ملايين الناس للتظاهر رفضا لتنحيه وأن يبقى في مكانه لمواصلة عمله، وخرجت الجماهير من كل بلد عربي تصر على مواصلة القتال تحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر. قد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إسرائيل تسكت؟ لا، دي حضرت العدة علشان تحتل بور فؤاد. طيب المساحة الصغيرة دي هتفرق معاكوا في إيه؟ أقول لك أنا، لو سيطروا على بور فؤاد يبقوا سيطروا على بورسعيد كلها وعلى المينا، وبكده بورسعيد تبقى تحت رحمتهم. علشان كده بور فؤاد بالنسبة لهم موقع استراتيجي مهم جدا. القيادة في مصر لما عرفوا بتحرك القوات الإسرائيلية كلفوا أقرب قوات مصرية موجودة هناك بمنع دخول القوات الإسرائيلية من دخولها بور فؤاد بأي شكل من الأشكال. طيب القوة المصرية وقتها كانت محدودة من قوات الصاعقة المصرية، وكان عددهم 30 مقاتل مصري فقط بقيادة الرائد سيد الشرقاوي، اللي عطى أمر عمليات وقتها لقائد سرية الصاعقة الملازم فتحي عبد الله. عطاله أمر بإيه؟ بتجهيز السرية للعبور وعمل خط دفاعي أمام القوات الإسرائيلية المتقدمة. وخلي بالك ال30 مقاتل مصري دول هيمنعوا إيه؟ دول هيمنعوا 10 دبابات إسرائيلية معاهم قوات مشاة ميكانيكية وعربيات مجنزرة وطيارة استطلاع. هيمنعوهم من إيه؟ من دخول بور فؤاد. وقتها كانت القوات المصرية وصلهم من الاتحاد السوفيتي سلاح مضاد للدبابات. كان عبارة عن إيه السلاح ده؟ كان عبارة عن RPG 7 مضاد للدبابات، وكان أحدث من RPG 2 اللي المصريين وقتها كانوا بيتدربوا عليه. وكان RPG 7 قديم ومتهالك جدا لأنه كان بقايا السلاح اللي استخدمه الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية التانية، يعني استعملوه لما هلكوه. يعني الاتحاد السوفيتي بعت لمصر بقايا سلاح متهالك تم استخدامه وقتها من 20 سنة، وده كان أحدث من اللي اتدرب عليه الجيش المصري، علما بأن إسرائيل كان معاهم أحدث ما توصلت إليه الترسانة العسكرية الأمريكية. ده مش كده وبس، مش كفاية إن هما بعتولنا سلاح متهالك، إنما كمان ما بعتوش معاه الكتالوج بتاعه. واللي اكتشف كده مجند مصري من ضمن ال30 مقاتل المصريين وهو حسني سلامة. اكتشف إيه؟ اكتشف إن السلاح معهوش الكتالوج بتاعه، يعني كأنهم بعتوا السلاح وقالوا يا رب ما يعرفوش يستخدموه. لكن المفاجأة إن عندنا مصريين عباقرة، وإن المقاتل المصري حسني سلامة لقى إن في تشابه بين تلسكوب التصويب في RPG 7 وتلسكوب المدفع الرشاش 14.5 بوصة المضاد للطيارات، وهو درسه قبل كده واتدرب عليه سنة 62. فبلغ قائد السرية إنه يقدر يستخدم السلاح الجديد. مش كده وبس، ويقدر يدرب كمان زمايله عليه. وهنا القاعدة بتتحدث عن نفسها: السلاح بالفرد وليس الفرد بالسلاح. يعني زي بتوع إسرائيل كده، معاهم أحدث أسلحة بس زيهم زي سوسن بالظبط، يعني زي قلتهم. إنما المصري اللي كفاءته عالية وسلاحه متهالك مش هيفرق معاه نوع السلاح. وفي 1 يوليو سنة 1967 وصلوا المصريين لمنطقة اسمها راس العش، وهناك شافوا القوات الإسرائيلية بمجرد العين، يعني كانوا قريبين منهم جدا. الجيش الإسرائيلي معروف عنه إنه جبان وما يعرفش المواجهة،
لازم يلف من وراك علشان يضربك، ما يقدرش يجي من قدامك ويواجهك راجل لراجل، لا ده كان بيبعت قوة تشغلك وفي نفس الوقت يبعت قوة تضربك من ظهرك، بحيث قبل ما تضرب انت ضربة تلاقي الضرب اشتغل من ظهرك، وهم اتعودوا على الطريقة دي. كان وقتها المصريين على لسان وسط المية الموازي لقناة السويس، عرض اللسان اللي هتتم عليه المعركة من 60 ل70 متر، وعلى شماله الملاحات، ودي صعب يتنفذ فيها أي عملية قتالية. النوع ده من المعارك بيحتاج كل فرد من المقاتلين إنه يحفر حفرة برميلية عبارة عن حفرة قطرها 80 سنتي، وعمقها لازم يسمح بنزول الجندي كله بجسمه ما عدا راسه وكتفه، يعني كأنها أنفاق عمودية، علشان الجسم يكون محمي من ضرب النار. وطبعا الطريقة الوحيدة اللي قدام المصريين وقتها إنهم يحفروا بسكينة البندقية لعدم توافر معدات الحفر، وكمان عامل الوقت مش مساعدهم، فحفروا كل واحد حفرته بسكينة البندقية بتاعته. في الوقت ده وصل القوة المصرية على آخر لحظة دعم عبارة عن مدفع مضاد للدبابات، وده عنصر المفاجأة لأن القوات الإسرائيلية ما تعرفش إن القوات المصرية وصلهم مدفع مضاد للدبابات. كل ده والقوات الإسرائيلية منتظرين الجو يليل. طيب أنت بتسأل نفسك هي المعركة هتدور إزاي في الضلمة؟ هو أنا ما قلتلكش؟ أصل القوات الإسرائيلية كان معاهم قذائف فوسفورية، ودي قذيفة لما تضربها في أي مكان بتنوره، فيبقى عدوك مكشوف وأنت لسه واقف مكانك في الضلمة محدش شايفك، وده اللي كان بيعمله الإسرائيليين. الأخطر من كده إنها لو لمست هدومك تحرقها فتنورك أنت شخصيا. والقوة المصرية استغلوا الوقت وزرعوا ألغام في الطريق، خصوصا إن اللسان اللي المعركة هتدور عليه كان ضيق جدا وعرضه زي ما قلنا من 60 ل70 متر، فمش هيقدروا يتفادوا الألغام. ولما الجو ليل بدأت القوات الإسرائيلية ضرب النار، ووصل الضرب للقوة المصرية، والقوة المصرية عارفين إن الأسلحة بتاعتهم ضعيفة فاستنوا شوية وما ضربوش. ولما القوات الإسرائيلية لقت إن مفيش ضرب من ناحية المصريين اتقدموا في السير تجاه القوات المصرية وهم بيضربوا لغاية لما وصلوا منطقة الألغام وانفجر عدد من الألغام فيهم. وبدأت القوات المصرية في استخدام مدفع البي 10 المضاد للدبابات، والقوات الإسرائيلية فوجئت بقذائف مضادة للدبابات بتتضرب عليهم، وخلال دقايق تم ضرب 3 دبابات إسرائيلية وخرجوا من المعركة. وفوجئ الملازم فتحي عبد الله باتصال من الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا بيبلغهم بنفسه إن كل المجموعة الموجودة في الموقع تم ترقيتها رتبة استثنائية، ده غير منحهم نوط الشجاعة، وأكد عليهم تاني القوات الإسرائيلية ما تدخلش بور فؤاد. فما كان من الملازم فتحي عبد الله واللي اترقى لرتبة ملازم أول إنه قال تمام يا ريس. وهنا بقى ظهرت مهارة وذكاء وكفاءة الجنود المصريين، وتوقف شوية ضرب النار من القوات الإسرائيلية، وده لأنهم أرسلوا عناصر تهاجم المصريين من ظهرهم، ودي عادتهم طبعا. لكن الرقيب حسني سلامة انتبه لكده وصرخ في زمايله بصوت عالي وقال اليهود ورانا، وخدوا ساتر كلهم إلا الرقيب حسني سلامة. رفع مدفع بيه شريط طلقات عددهم 250 طلقة وضرب عليهم بالمدفع ال 250 طلقة كلهم، والعناصر الإسرائيلية كلها انضربت، وبدأوا يتحركوا بقية القوة الإسرائيلية تجاه القوة المصرية لغاية لما قربوا عليهم، وبدأت القوات المصرية تصطاد الدبابات بالار بي جي واحدة ورا التانية، وتم حرق الدبابات الإسرائيلية والباقي انسحبوا بالدبابات الباقية والمجنزرات، وتم تراجع القوات الإسرائيلية نهائي وانسحبوا نهائيًا، مفكروش يقربوا من منطقة راس العش نهائيًا، وفضلت بدون احتلال لغاية نصر أكتوبر 73. وكده أثبتنا إن المصريين أقهروا الإسرائيليين، والجيش المصري بدون سلاح قادر ينتصر، لكن الجيش الإسرائيلي مهما بلغت درجة تسليحه ما يقدرش يواجه المصريين، والمعركة دي رفعت الروح المعنوية للمصريين وكانت السبب في اندلاع حرب الاستنزاف.